يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي. بقى قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا الجديده دي النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي. الوقت اتطلب مني مشروب غريب كده وعجيب، فحبيت اعرفكم عليه كده واقول لكم بيتعمل ازاي. هو ما بيتطلبش مني كتير، بس النهارده يعني كنت فرحان وهو كده بيتطلب مني. النهارده اتطلب مني واحد سحلب بالقهوه. طبعا هتستغربوا سحلب بالقهوه ازاي؟ لا، في سحلب بالقهوه. تعالى ما اقول لكم بيتعمل ازاي وطعمه هيبقى ازاي، واقتصادي جدا وسهل، والتكاليف بتاعته خفيفه جدا وعندنا في البيت. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا وهنكون مجهزين السحلب بتاعنا، وهناخد من السحلب كده 3 معالق سحلب من المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده هنكون مجهزين النسكافيه، والنسكافيه عندي كبير في البيت، هنحط ظرف نسكافيه. انا هحط معلقه نسكافيه تكون معلقه صغيره بس ما نكترش عن كده طبعا، والسكر هيبقى حسب الرغبه. انا هحط معلقتين من السكر حسب راي الزبون، يعني حسب رغبته هو. تمام. وطبعا التكه الاخيره بتاعتنا هنكون مجهزين قطع من الزبده، وهناخد قطعتين صغيرين خالص من الزبده. يعني الحاجات دي كلها متوفره في البيت. المشروب ده لو حبينا اللي احنا نشربه بره البيت ممكن ندفع فيه 50 جنيه او كمان اكتر، لكن في البيت مش هيكلفنا كده على بعض يعني من 10 ل 15 جنيه. هنكون مجهزين اللبن بتاعنا، هنحط في معيار كوبايه من اللبن. تمام او كده، حلو قوي. بعد كده هنجيب المعلقه وهنقلبه كده علشان نخلطه كده في بعضه علشان ما يكتلش، وهنقوم اخدين الكنكه بتاعتنا وهنروح ناحيه النار، وهنسيبها بقى كده على النار بتاعتنا على البوتاجاز. يعني تكون نار هاديه شويه، ما تكونش نار كده هاديه قوي ولا تكون عاليه، لا النار تكون هاديه يعني. تمام. ونفضل نقلب كده فيه لغايه لما يدوب كده مع بعضه، ونسيبه بقى يسخن، وهنرجع تاني واقول لكم بيتعمل ازاي وهيكون شكله عامل ازاي. تمام. وبعد ما نزلناه كده من على النار، شايفين بقى شكله عامل ازاي. اهم حاجه اللمعان اللي فيه ده، وطبعا تقيل اهو، هوريكم ازاي هو تقيل، والتكه والسماكه بتاعت وهنقوم نازلين بقى كده بالسحلب بالقهوه. طبعا حاجه كده عظمه وجديده يعني، بس دلوقتي كل شويه بتطلب مني. طبعا زي ما انتم شايفين هو نازل اهو تقيل شويه اهو. اهم حاجه اللي هو السماكه اللي فيه ديت، يعني ما يكونش خفيف وما يكونش تقيل قوي، ودي ميزه السحلب. يعني السحلب اهم حاجه ان هو ما يكونش عامل زي المهلبيه، وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف كده يعني زي اللبن، يعني يكون سميك كده ومدي على قوام كده، يعني القوام بتاعه يكون تقيل كده شويه. بعد كده بقى طبعا هنقوم نازلين بشويه مكسرات بندق او اي مكسرات عندنا ممكن نحطها، يعني مش شرط انواع مكسرات، يعني اي حاجه مختلفه او اي حاجه موجوده عندنا في البيت. ونقوم نازلين كده بشويه جوز محمرين كده، ونقوم نازلين بشويه زبيب. السحلب طبعا بيحب الزبيب، حاجه كده عظمه قوي يعني. ده واحد سحلب بطعم القهوه. يا ريت كلكم تعملوه كده في البيت وتجربوه وتقولوا لي رايكم ايه، وتقولوا لي كده في التعليقات طعمه هيكون عامل ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. بس خلاص.